لا شك أن التحديات والتهديدات كبيرة وخطيرة على مدار العام وفي كل مرة. هذه بالمناسبة الجلسة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس تعاون دول الخليج العربية، والتي يشار إليها في الصحافة بالقمة الخليجية. في كل مرة تعقد هذه الجلسة تكون هناك تحديات جسام تواجه كل دول المنطقة مجتمعة ومنفردة. أكاد أقول أن هذه السنة هذه الدول أو هذه المجموعة وهذا التكتل العربي الخليجي يواجه تحديات أخطر من أي وقت مضى. نحن الآن في منطقة وتحيط بنا الحرائق من كل ناحية. صحيح. هناك أخطار داهمة يتصدرها طبعا الإرهاب وخاصة ذلك المتجسد فيما يسمى بحركة داعش. أضف إلى ذلك السياسة التوسعية الإيرانية النشطة التي تحاول مد النفوذ الإيراني على أكبر قدر ممكن من المنطقة، وهذا سوف طبعا لن يتم إلا على حساب دول المشرق العربي. إيران تسعى لإقامة وقيادة ما يسمى بالهلال الشيعي الذي يمتد من أفغانستان شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط. يعني العلاقات الخليجية الإيرانية أو يعني المواقف السياسية الخليجية تجاه إيران سوف تتصدر أعمال هذه القمة، يعني ستكون يعني محورا أساسيا على طاولة النقاش ما بين القادة الخليجيين. المجلس الوزاري لدول مجلس تعاون دول الخليج العربية يحضر أجندة الاجتماع في كل مرة.